ممكن حد يفهمني ايه الكائن ده؟ انا اسمي محمد صلاح فخر. فخر مين اللي انت بتتكلم؟ ازيكم عاملين ايه؟ فخر الدلتا محمد صلاح فخر هو شاب من الدلتا بعد ما خلص التعليم في بلده راح يحقق حلمه ويشتغل في مجال الدعايه والاعلان. لايك وسبسكرايب ولا بينا نبدا. انا هشتغل في اكبر شركه اعلانات في مصر. محمد صلاح فخر شاب بيكذب كتير ما كانش محقق حلمه، فقرر انه يحققه في القاهره، فقرر يكذب كدبه ويصدقها، قرر انه يعيش حلمه في القاهره بانه يشتغل في اكبر شركه في مصر في الدعايه والاعلان. بس لما راح القاهره اتصدم بالواقع، بس هو طول الوقت بيكذب كتير وبيحسسهم في البلد انه جامد. بعد ما اترفض من اكتر شركه كان نفسه يشتغل فيها اكبر شركه في الاعلان في مصر، وبعد ما اتصدم بالواقع اضطر يشتغل في شركه تحت بير السن، وبقى يقنع الناس انه بيشتغل في شركه كبيره وبينصب عليهم. كان بيحلم من وهو صغير انه يشتغل في الشركه دي بالذات. ده حلم عندي من وانا صغير ان انا اشتغل في الشركه دي ونفسي احققه. انت متوقع مرتب؟ بيضطر انه ينصب عشان يدفع ايجار وسكن في مدن السطوح، يعمل اعلان في الشركه اللي تحت بير السن، وهيضرب وهيجي مسؤول من شركه كبيره اللي اترفض فيها عشان يشوف، وهيتكلم معاه وهيقنعه انه هيشتغل 3 شهور تحت التمرين انه يثبت نفسه ويعمل اعلان يكسر الدنيا، وهنا هيتعين رسمي. مرتبك يبقى كام تقريبا؟ 20,000 7 11. وبينصب على الناس وبيعمل اعلانات وهميه بالعوضي اسمها خشاب وده مش حقيقي، والناس بتضطر تضربه وتعلقه من رجله بسبب انه نصب عليهم. بيقابل بنت في الشركه الجديده اللي اتعين فيها تحت التدريب وبيعجب بيها وبيتخيل علاقتهم سوا باسم ابنهم، فخر ده ولد كويس لازم اشوفه بنفسي. وبيدخل وبيكلمها وبيكتشف انها شغاله في نفس المكان، وهي بيعجبها ستايله وبتطلب انها تشوف بلده عشان تصور فيها اعلان، وما بيصدق يوافق على امل انها تكلمه ويتعرف عليها اكتر. بس انت على سطح هنا قريب. اسمه روح طاق. وبعد كده الشركه بتديله مهله اسبوع انه يثبت نفسه، والا انه هيترفد منها وهيرجع لبلده. وهنا بيتذكر كل الافكار السلبيه في دماغه وانه هيرجع بلده بحماره مش قلوب. السطح ده له قواعد. رول نمبر 1 دونت ميك احسان حنك. وهنا الناس هتشوفه فاشل وانه ما نجحش في القاهره، بس المفاجاه انه بيرجع. وهنا بيبدا بيقول حاسس ان المكان مش مكاني من زعل والاحباط. جايبين موتور الميه شغال ليه؟ السخان شغال ليه؟ بقول لك يا امي ابوه كان شغال في الدعايه والاعلان بس على الضيق، كان شغال خطاط في بلدهم اللي هي قريه ريكليس، بس مش بييأس وبيرجع تاني يعمل اعلان بيكسر الدنيا، وبتتخانق عليه شركات عشان توقع معاه، وهيتجوز اللي بيحبها ويعمل فرحه في قريتهم وسط فرحه من العيله والاهل والصحاب. بيتكلم عن صناع العمل في الكاميرا. الكاتب عبد الرحمن جبيش، سيناريو وحوار حسن علي، المخرج هادي بسيوني، واحد من مخرجين الاعمال الاجتماعيه والكوميديا الحديثه. الشركه المنتجه وحيد فيلمز، المنتج مصطفى العوضي بالشراكه مع المتحده. ما بتستناش يوم واحد على الايجار. انا عاوزك تعمل لي اعلان للمخابر. عامل أما عن صناع العمل أمام الكاميرا نجوم كتير شاركوا في العمل، منهم مجموعة كبيرة من نجوم الدراما. البطولة الأولى أحمد رمزي، إضافة للعمل كمال أبو ريا، انتصار، خالد زكي، طارق عبود، نبيل عيسى، حنان سليمان، أحمد صيام، حجاج عبد العظيم، وأحمد عصام السيد، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف. المسلسل هيتعرض على واتشيت وهيتعرض على أون تي في وهيتعرض على الحياة، وده كل اللي يخص مسلسل فخر الدلتا. متنسوش لايك وسبسكرايب لتقديم الأفضل. أشوفكم في فيديو جديد. سلام. اعلام موت. مقابرنا مش زي اي مقابر، ده في ناس بتموت عشان تيجي هنا. يعني انت دافع 5000 جنيه وعايز نعمل لك اعلان باحمد العوضي واسماعيل الخشاب، هات 500 كمان. A few moments later. انت نصاب في كل حاجه. ليه هتضحكوا عليا ولا ايه؟ عايزك تركز في اللي جاي. A few moments later. دكتور الله يرحمها يعني اسف اسمها شيرين، A few moments later. ماتت قبل فرحها باسبوع. يا تامر اهلا يا حبيبي. ازيك يا شيرين. Stop it. Get some help. عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ شكلك حلو قوي. انا اصلا عايزه اشوف البلد. دي اخر حاجه كده كتبها ابويا الله يرحمه قبل ما يموت. ده انتوا محظوظين جدا والله. لا كتب لنا اليافطه مش البلد. ما تاخدنا تنكا حاسس ان ده مش مكان. انت قدامك اسبوع يا تثبت نفسك يا تاخد بعضك وتروح بلدكم. لا